الدكتور العلوي منجد، رئيس جمعية حماية المستهلك بمراكش والحوز. اليوم الخميس شهد إضراب وطني في قطاع الصيادلة، واللي انعكس بشكل كبير وبشكل سلبي على المرضى المغاربة. كلمة بهذا الخصوص. نعم سيدي، هذا الإضراب فعلا قرار غير مسؤول في وجهة نظرنا كحماة للمستهلك، وهو الأثر ديالو سلبي ماشي غير على المرضى، على جميع المغاربة، لأنه هذا القطاع قطاع حيوي، والمفروض هاد المهنيين ديال الصيدلة خصهم كيف عاهدناهم يعني يتصرفوا بمسؤولية وبهذا يعني بمهنية تجاه المستهلك وتجاه المواطن. فلا يعقل أن يعني يعلنوا إضراب عام بهذا الشكل لمدة 24 ساعة دون يعني فتح مداومة أو هذا يعني ما يعني مداومة لمناولة هذه المستهلكين ما يحتاجونه من أدوية وحاجياتهم في هذا الباب. فإذا كان هناك حسابات بين الصيادلة والوزارة، أو بين الصيادلة أو ما جاء في تقرير مجلس المحاسبة فالكور دي كونت، فالمفروض يتحل بيناتهم، يعني ما يتخدش المواطن والمريض يعني قربانا أو وسيلة للضغط على هاد العلاقة اللي تتبقى. المفروض يعني جميع الوسائل متاحة لحل المشاكل بيناتهم. فالإضراب حق مشروع للجميع، لكن ما يكونش على حساب الصحة ديال المواطن وعلى حساب مرضى اللي المفروض تيتناولوا هذاك الدواء. وهذه المادة يعني هي المفروض خصها تكون متوفرة في أي وقت، ماشي غير المريض، يعني أي واحد ممكن يوقع عليه حادث ويحتاج لهذاك المادة، فإحنا تنعتبروه فعل إجرامي، ماشي غير هذا غير مسؤول. فحين يحتاج الإنسان المادة وما يلقاهاش، فالمفروض راه يمكن تؤدي به الوفاة، يمكن تؤدي بحالات مرضية إلى ما لا يحمد عقبها. فهنا تنطلب الجهات المسؤولة أنه تتدخل بحزم، وأن تكون إجراء عقابي. كيف هاد الناس بيعاقبوا المواطنين من أجل مصالح اقتصادية أو غيرها؟ فالمفروض هنايا نطلبوا المسؤولين، وهما بطبيعة الحال المسؤولين على كل المواطنين، أن يتدخلوا بحزم لردع مثل هذه الممارسات التي لا تقبل بأي يعني كيف ما كانت الأسباب. فالمفروض حنايا كحماة المستهلك يعني نشجب هذا ونعتبره فعل إجرامي في حق المرضى وفي حق عموم المواطنين والمستهلكين المغاربة.